فاطمة أفقر تصرخ في وجه حارس الحسنة الثانية يحيى الجمهورية. Vous savez, il est déjà tellement difficile d'expliquer ce qui se passe en soi. فاطمة شنة زوجة الجنرال أفقر من حياة الترف والقصور إلى الإفلاس، خسرت أغلب ثروتها على موائد القمار. والدها كان ضابطا في الجيش الفرنسي. في سن 15 سنة تزوجت فاطمة بضابط شاب في الجيش الفرنسي محمد أفقر، الذي كان يصيب اسمه الآخرين بالرعب. فهو وزير الداخلية والساعد الأيمن للملك الحسن الثانية. وفي فترة من الفترات كان يقال في المغرب الملك يتسلى والجنرال يقود. عاشت وأبنائها إحدى أكبر الزوابع الحياتية حين حاول زوجها الانقلاب على الحسن الثانية. وحين نفاها بعد ذلك الملك الراحل قسريا لما يناهز 18 سنة. ولدت فاطمة أفقر في عام 1935 بمدينة مكناس. تغيرت حياتها وهي في 15 من العمر عندما التقت محمد أفقر، وكان آنذاك عسكريا ويكبرها 15 سنة. صعد الزوجان معا وفي فترة قصيرة سلم النفوذ، فصار محمد أفقر جنرالا معروفا بصرامته، وكان مكلفا بالقضايا الحساسة في المملكة. في عام 1965 اتهم بالتورط في اغتيال المعارض مهدي بن بركة في باريس، وحكمت عليه فرنسا غيابيا بالأشغال الشاقة مدى الحياة. في قصر الحسنة الثانية أصبح الجنرال أفقر رجلا قويا وأساسيا للملك الحسن الثانية، وعين وزيرا للداخلية عام 1967. عاشت زوجته فاطمة التي عرفت بجمالها الفائق حياة البذخ في الوسط الملكي. الطبيب الخاص للعندليب الأسمر هشام عيسى يكشف في مذكراته بعنوان حليم وأنا، ولأول مرة عن قصة غريبة. بطلتها زوجة الجنرال أفقر. بعد حوالي 4 أشهر من عودة حليم إلى القاهرة قادما من المغرب، وكان في ضيافة الحسن الثانية، جاءت مكالمة هاتفية من المغرب، كانت من فاطمة أفقر. قالت إنها قدم إلى القاهرة مدة 48 ساعة، وقالت إنها تحضر تحت اسم آخر ولا تريد أن يعلم أحد بالزيارة. يقول الطبيب حليم: استقبلنا فاطمة في المطار مع مرافق حضر معها،
فهمنا أنه ضابط في الجيش المغربي من مجموعة زوجها وحرس الملك الراحل. طلبت فاطمة زيارة خان الخليلية. حليم كان يرتدي جلبابا مغربيا. صحبناها إلى منطقة أهرام الجيزة، وكانت فاطمة ترغب في دخول الهرم الأكبر، وكان مسموحا به. هناك حدث أمر غريب. فقد دخلت فاطمة والحارس إلى داخل المقبرة، وعانوا كثيرا من الانحناء. وعند الخروج انتصبت فاطمة وفردت ذراعيها وسألت عن السر في ضيق السلم، فقال لها حليم حتى ينحني زوار الملك عند الدخول لحضرتهن، وأظن أن البلاد الملكية هي خير من يفهم ذلك. وهنا نظرت إلى حارسها باسمه، وهو بالمناسبة من حراس الملك الحسن، وقالت في صوت خفيض بالفرنسية: تحيا الجمهورية. ولكن الحارس وضع يده على فمه كأنما يشير عليها بالسكوت، وبدا على وجهه أنه في غاية الانزعاج، وهمس لها ببعض الكلمات. فردت فاطمة تطمئنها أن ما قالته لا يعني أحدا هنا. وقد لفت نظر حليم في المساء لما حدث. بدا الحارس مذعورا. بعد أكثر من عام، يقول الطبيب حليم، سألت عن هذا الحارس فعلمت أنه قد اختفى تماما. شهورا قليلة على هذه الواقعة، وفي عام 1972 أطلقت 3 طائرات حربية النار على الطائرة الملكية خلال عودتها من رحلة إلى فرنسا. ونجا الحسن الثاني من عملية الاغتيال، لكنه استدعى في نفس المساء وزير الداخلية الذي اتهم بالتخطيط إلى الانقلاب. Vous avez été souvent déçu, trompé, trahi même. Vous savez, comment expliquez-vous ces trahisons? Vous savez, il est déjà tellement difficile d'expliquer ce qui se passe en soi. وعثر بعدها على محمد فقير مقتولا ب5 رصاصات في الظهر. أما المصادر الرسمية فأكدت أنه انتحر. وهنا بدأت مأساة فاطمة وعائلة أفقير وهبوطها إلى الجحيم. سجن الحسن الثاني فاطمة وأطفالها في سرية تامة وفي زنزانة منفردة ومظلمة. وقطعت العائلة عن العالم مدة 19 سنة. فصلت فاطمة عن 5 من أبنائها 6 طيلة 10 سنوات. وفي 1987 نجح 4 من أبناء أفقير في الهرب من السجن، وبعثوا رسالة إلى العالم حول وضعهم عبر إذاعة فرنسا الدولية، لكن عذابهم لم ينتهي هنا، إذ قرر الحسن الثاني وضع العائلة قيد الإقامة الجبرية في مراكش عام 1991. سنوات السجن حطمت حياة أرملة الجنرال أفقير.
نشرت فاطمة أفقير بعد أن استعادت حريتها مذكراتها في العام 2000 تحت عنوان حدائق الملك. اعترفت في صحيفة ليبراسيون الفرنسية بأن لجلادها خصال وتقصد الملك الراحل، فقالت: فعلوا بنا ما فعلوا لأنه كان يشعر بالخطر، كل شيء انهار من حوله وخانه أناس كان يثق بهم. Le scénario reprend en 1972, alors que le Boeing du roi est pris en chasse par l'aviation militaire. Mitraillé, le Boeing arrivera à se poser à Rabat, où Hassan II découvre avec stupéfaction que le comploteur n'est... وبعد أن عاشت بضعة أعوام في باريس، اختارت أرملة الجنرال منذ 2003 الاستقرار في بلادها. حزنت كثيرا لعدم تمكنها من لقاء الملك محمد السادس خلال الأعوام الأخيرة، فقالت في عام 2011: كنت أود ذلك لكنه لا يريد، فقد لقن فكرة أننا أعداء العائلة الملكية. دفعت الدولة لعائلة أفقير ثمن الأرض الملاصقة لمقر المخابرات، وتوصلت فاطمة بشيك قدره 3 ملايير تقاسمها ورثة الجنرال. فاطمة أفقير التي كان من المفترض أن تصبح سيدة المغرب الأولى لو نجح زوجها وزير الداخلية والدفاع في الانقلاب على ملك المغرب. وكان من الممكن أن تضع يدها على كل ثروات البلد، لم تترك أي ثروة وماتت مفلسة. فقد كانت متعودة على ارتياد الكازينوهات، وخسرت نصيبها من ثمن الأرض على موائد القمار. وفي صباح 15 دجنبر 2013 توفيت مدام أفقير عن 8 مشيعين لجنازتها بضع أفراد من عائلتها.